بما ان حضرتك قلت لنا ان الحلقات دي هتكون مخصصة لصحة المرأة، هتكون عن تخصص علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، فخلينا نبدأ بفكرة مبسطة كده من حضرتك، عرفنا بالمجال الحقن المجهري وتأخر الإنجاب. طيب بص يا ستي، هو احنا بنقول ان التخصص اسمه علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري. نيجي للحتة الأولانية بتاعت علاج تأخر الإنجاب. زوجين متجوزين بقالهم فترة ما، وفترة ما دي حاجة مهمة قوي لأن هنرجع لها كتير في الخطوات وفي البلان اللي احنا هنحطها للمريضة. بعد ما هم متجوزين بقالهم فترة ما حصلش حمل، انا وجهة نظري ان هم من الاول كده يتوجهوا لدكتور النساء في المكان بتاعهم، اقرب دكتور نساء بالنسبه لهم. مش شرط يكون حد استشاري متخصص في علاج تاخر الحمل، لان اي دكتور نساء مع ماجستير او متخصص في امراض النساء يعرف كويس يتعامل مع الحالات البسيطه بتاعه تاخر الحمل. بيبدا من انه يفحص المريضه ويعمل تحليل سائل منوي للزوج. بعد ما عمل دوت ممكن في خلال 2-3 يعرف ان في ديفكت معين او في مشكله معينه في حاجه بسيطه تخص التبويض او تخص تحليل الزوج، وياخد علاجه في ظرف وقت قليل يحصل حمل ان شاء الله يعني. طيب عمل الحاجات ديت ومشي معاهم فتره وبرضه ما حصلش حمل، لا هنا بقى لازم نبدا نتوجه لحد متخصص في السب سبيشاليتي بتاعته او التخصص الدقيق بتاعه هو علاج تاخر الحمل والحقن المجهري. ليه بقول الكلام دوت؟ علشان الشخص المتخصص في هذا المجال او اللي واخده كسب سبيشاليتي او كتخصص دقيق بيبدأ مع المريضة بلان، بيبدأ خطة علاجية. الخطة العلاجية بتبدأ من انه بيعمل نفس اللي عمله الدكتور الاول، او بيبدأ من حيث انتهى الدكتور الاول. بيبدأ يشوف الزوج والزوجة هل في حاجة ظاهرة او واضحة، خلاص لو في حاجة ظاهرة او واضحة بيبدأ يعالجها. طيب لسه ما فيش حاجة ظاهرة او واضحة، بيبدأ يكمل الفحوصات بتاعتهم، سواء الزوج او الزوجة محتاجين حاجة اكتر او محتاجين تدخل او محتاجين اي حاجة تخص حد من الاتنين عشان يبقى في قدرة أو يعلي فرص الحمل بتاعتهم. ماشي، ممكن بعد كده يعمل أشعة بالصبغة، ممكن يعمل تحاليل معينة تخص الزوجة أو تخص الزوج أكثر دقة من التحاليل العادية اللي بتتعمل في الفيرست ايد أو بتتعمل عند طبيب النساء العام. نيجي للنقطة بقى المهمة قوي اللي هي فترة ما. أنا ليه قلت فترة ما وسبتها وبعدين برجع أتكلم فيها تاني دلوقتي؟ لأن أنا النهاردة لما يكون عندي زوج وزوجة سنهم 20 ومتجوزين بقالهم 4-5 شهور، غير لما يكون عندي زوج وزوجة سنهم 40 ومتجوزين بقالهم سنة. الفرق هنا والخطة العلاجية بتختلف اختلاف كبير جدا، سواء كان في حاجة معينة هتتعالج أو كان في أو حتى ما فيش حاجة معينة هتتعالج، الاتنين كويسين. لو أنا عندي الزوج والزوجة سنهم 20 فأنا بقدر أدي فرصة طويلة شوية بعد ما أحكم على التحاليل بتاعتهم والفحوصات بتاعتهم انها كويسه، فممكن اديهم فرصه سنه ونص او اكتر او اقل شويه. اما لو عندي زوج وزوجه سنهم مثلا فوق 39 الزوجه وعندها مثلا يعني مخزون مبيض مش عالي او مش كويس قوي، خلاص دول انا مش بديهم نفس الفرصه اللي اديتها للزوج والزوجه اللي سنهم صغير ومتجوزين بقالهم فتره قريبه. لا انا لازم هبدا معاهم على طول، لازم يكون في شويه سرعه في البلان. فالخطه هنا غير الخطه هنا، وطرق التشخيص هنا ممكن تبقى براحتي شويه بالنسبه للناس اللي سنهم صغير، غير طرق التشخيص في الناس اللي سنهم اكبر شويه. لازم هبقى اسرع شويه وهبقى ماشي ببلان خطواتها اكثر سرعه. يعني لو الخطوه في الزوجين اللي سنهم 20 هتاخد معايا مثلا 2-3 محاوله 4، لا هنا الخطوه دي هتاخد معايا 1 أو 2 بالكتير قوي، ولو ما حصلتش هننتقل للخطوه اللي بعدها. طيب قعدنا الفتره المناسبه في البلان بتاعتنا ان احنا نحاول في الحمل الطبيعي وما حصلش نصيب في الحمل، خلاص يبقى هندخل بعد كده على حاجه اسمها وسائل الاخصاب المساعد او بنسميها ART. وسائل الاخصاب المساعد دي فيها كذا حاجه، اولها هي التلقيح الصناعي وتانيها هي الحقن المجهري. طبعا التلقيح الصناعي والحقن المجهري بينهم فروق كتير، ولكن لو دخلنا بقى على قصه الحقن المجهري، فالحقن المجهري عباره عن ان انا في جزء معين في العمليه او في موضوع الاخصاب بيتم خارج الجسم. انا بجهز الزوجه بأدوية معينة وبعدين بسحب منها البويضات وبعدين باخد الحيوانات المنوية بتاعت الزوج. البويضات اللي أنا سحبتها من الزوجة بحقنها بالحيوانات المنوية بتاعت الزوج واسيبها في المعمل لحد ما يحصل لها انقسامات، وبعد كده بنقلها داخل الرحم بتاع الزوج. ده باختصار جدا عملية الحقن المجهري. طيب ممكن بس حضرتك تعرفنا ايه الفرق بين الحقن المجهري والتلقيح الصناعي؟ جميل. الحقن المجهري زي ما قلنا دلوقتي انا بجهز الزوجه، اسحب منها بويضات، اعمل لها تخصيب بالحيوانات المنويه بتاعت الزوج في المعمل بره الجسم، وبعدين انتظر لحد ما يحصل انقسامات، وبعد ما يحصل انقسامات للاجنه واطمن على جودتها بنقلها داخل الرحم. اما التلقيح الصناعي فهو عمليه بسيطه جدا. التلقيح الصناعي ما هو الا ان انا بجهز السائل المنوي بتاع الزوج ببعض المقويات وبعض الحاجات داخل المعمل وبعدين احقنه داخل الرحم. فالتلقيح الصناعي عمليه بسيطه
ومش مكلفه، لكن هي نسب نجاحها مش عاليه، نسب نجاحها بتتراوح من 10 ل 15%، ومش مناسبه لكل الناس. يعني لو الحقن المجهري لو عندنا 10 مريضات مثلا او 10 كابلز او 10 زوج وزوجه، يعني هعمل لهم وسائل اخصاب صناعي، فممكن نلاقي مثلا 7 منهم ينفع ان انا اعمل لهم حقن مجهري، و2 أو 3 بس هم اللي ينفع ان انا اعمل لهم تلقيح صناعي، لان التلقيح الصناعي ما بينفعش غير لزوج وزوجه كويسين. واكتر حاجه بنستخدمها او بنستخدم فيها التلقيح الصناعي حاجه اسمها unexplained infertility او تاخر الحمل غير معلوم السبب. يعني انا عندي الزوجه كويسه والزوج كويس وما بيحصلش حمل، فدول النوع الوحيد اللي انا ممكن استخدم فيه في التلقيح الصناعي. اما الحقن المجهري طبعا لحالات كتيره جدا جدا غير التلقيح الصناعي.